اهلا بيكم في قناة مع منى. قبل ما اتكلم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وتستنوني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. هتكلم عن مخطط اسرائيلي من زمان، من ايام مبارك فكروا فيه انه يهجروا سكان غزة لسيناء. مبارك موافقش. بعد كده جه محمد مرسي وقالوا نفس الكلام ليه، ولكنه وافق مع اسرائيل وامريكا على اساس انه ياخد فلوس وياخد وكمان سقوط ديون مصر ويهجروا غزة في سيناء. بعد كده طبعا الأحداث دلوقتي اللي حصل الجديدة بقى إن حركة حماس عملت عملية كبيرة بمستوطنات إسرائيلية وأسرت ناس كتيرة، 150 أسير. أنا قلت قبل كده فيديو قبل كده كان عدد غلط، هو 150 أسير، وقتلوا ناس كتير. لغاية دلوقتي بيقولوا أكتر من 1000. وإسرائيل طبعا زي ما انتوا عارفين رد فعلها كان غير طبيعي وجامد قوي. كل يوم بيضربوا غزة، الناس المدنيين والأطفال والسيدات بطريقة وحشية، وقطعوا المية وكهرباء وكمان الأغذية والأدوية مفيش. ومتحدثين العسكريين في وضع مهزوم، ووضع متلخبطين ومصدومين من اللي حصل لهم، عشان العملية كانت غريبة، وكانوا تقريبا 1000 من حركة حماس دخلوا المستوطنات ومحسوش بيهم وعملوا الحاجات دي كلها. فهم هتلاقيهم متلخبطين وبيقولوا كلام غريب قوي. مرة يقولوا ايه، مش عايزين مساعدات من مصر تيجي من بعبر رفح وكده. ومصر طبعا قالوا لا، ما ينفعش الكلام ده، وفعلا مصر ودت مساعدات لغزة. وبرضو في مسؤول عسكري اسرائيلي برضو بيقول كلام غريب ان احنا هنضرب غزة لغاية لما يمشوا ويروحوا عند معبر رفح ويروحوا مصر. بعد كده ايه راح غير كلامه، ايه عدل الكلام. وبرضو في مسؤول من برضو يعني ما اعرفش ايه اللي حصل لهم كده، يقول ايه هنبيد غزة، هنموت غزة خالص، وحركة حماس هنقضي عليها وهنقضي على حزب الله ودول حيوانات ايه بشرية، وشتم بقى وشتايم مش حلو. فهم متلخبطين مش عارفين يعملوا ايه. على فكرة الضرب اللي في معبر رفح اللي هو كذا ضربة كده، في شائعات تقول كان من ناحية مصر. لا، مش من ناحية مصر، هي من ناحية فلسطين. معبر رفح بس من ناحية فلسطين مش من ناحية مصر، عشان في شائعات كتير بتتقال كده. في شائعات تانية بيقولوا ان رئيس المخابرات المصرية اللي هو عباس كامل انه بلغ نتنياهو قبل العملية دي ب10 ايام، وقال ان حركة حماس هتعمل عملية عشان انتوا مستمرين ان كنتوا مش مهتمين بغزة ولازم تهتموا بغزة وكده. ولكن بيقول نتنياهو يعني ما اهتمش بالكلام بتاع عباس كامل، ومعملش حسابه للحركة دي. الكلام ده كله ده كذب وشائعات، عشان مش معقولة يعني نتنياهو ما يهتمش بالكلام ده. مش معقولة، المفروض حتى لو كان يعمل ايه حساباته. ما حدش عمل حسابه لأي حاجة، وكانوا ولا حاسين بأي حاجة. 1000 واحد دخلوا المستوطنات عندهم إسرائيلية محسوش بيهم. على فكرة مصر دفعت الثمن لفلسطين وكانت داعمة لفلسطين دايما. على فكرة خالي وعمي وقرايب ليا حاربوا في 67 و73 عشان فلسطين. عمي توفى وقرايب ليا اتصابوا إصابات جامدة، كل ده عشان نحرر فلسطين. مصر أرضها مفتوحة بالرغم من الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها. مصر مفتوحة للعرب زي السودان وليبيا وسوريا واليمن والعراق، على انهم مش لاجئين ولكنهم ضيوف عندنا وبنعملهم احسن معاملة. اما الوضع في غزة بيختلف. غزة ده مخطط اسرائيلي علشان غزة تيجي لسينا ويطلعوا في سينا وياخدوا الارض. وفلسطين حتى يعني مش هيرضوا بالكلام ده، لانهم هم عايزين يحرروا ارضهم.
من الاحتلال طبعا، من احتلال إسرائيلي، فمش هيقدروا يسيبوا أرضهم، لازم يكونوا في أرضهم، قاعدين في أرضهم. لو عايزين يحرروا أرضهم بجد هيقعدوا في غزة ومش هيسيبوها. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال: مصر أمن قومي، هي مسؤوليتي الأولى، ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف. مصر مش هتتخلى عن القضية العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال: حصار غزة وضرب غزة ضد القانون الدولي، ومهتمين الدول كلها مهتمة بعدم تصعيد الحرب إلى حرب إقليمية، وده خطير جدا على المنطقة. في خبر كمان ان وصلت الحملة الأمريكية إسرائيل، والسفن والمدمرات والطائرات وأسلحة كتيرة لإسرائيل عشان طبعا تضرب غزة، وعايزة تضرب كمان حزب الله. بيقولوا خلصوا 1000 طن ورود في يوم أو في يومين. عايزين يبيدوا أحياء كاملة، هم فعلا أبادوا أحياء كاملة في غزة. الحكومة الإسرائيلية جابت 360 ألف جندي علشان يضربوا غزة ويضربوا حزب الله، لأن حزب الله كانت بتضرب في شمال فلسطين، وحزب الله ده عنده أسلحة وصواريخ وطيارات حديثة، عندهم أضعاف حماس. فهم خايفين من حزب الله، الإسرائيليين خايفين من حزب الله أكتر من حماس. حصل ضرب ما بين حزب الله وإسرائيل، اتقتل 7 من حزب الله، وفي إسرائيليين اتوفوا برضو، وقائد منهم قائد كبير إسرائيلي توفى في الاشتباكات. على فكرة سوريا بتضرب كمان إسرائيل بصواريخ، يعني مش حزب الله كمان وحماس، لا، بدأت سوريا كمان تضرب بصواريخ. أمريكا بتقول هندعم أوكرانيا وإسرائيل في نفس الوقت. ده طبعا مش هينفع، يعني أكيد أوكرانيا هتتأثر برضو عشان هي مهتمة بإسرائيل دلوقتي أكتر، عشان في كمان تمهيد لإسرائيل إنها تتوغل بريا في غزة. في كتير من الرؤساء من العالم اتكلموا. الرئيس السيسي من السعودية وتركيا وألمانيا وفرنسا وكتير، يعني اتكلموا. الرئيس السيسي أول وزير الخارجية عشان حل القضية الفلسطينية، والحل طبعا هيكون من مصر إن شاء الله. دعوات نزوح غزة لسينا دي بتضيع قضية فلسطينية، وإسرائيل كده تستريح طبعا، وعايزة الأرض، عايزة تاخد الأرض. والرئيس السيسي بيقول سينا ده خط أحمر، ولكن معبر رفح مفتوح، بنمرر إسعافات وأغذية ومية وأدوية للفلسطينيين، وكمان لو في جرحى كمان بناخدهم ونوديهم مستشفيات هنا في مصر. وفي آخر حلقة، يا رب ارحم شهداء فلسطين واشفي المصابين، ويا رب القضية الفلسطينية تتحل والحرب تنتهي، ويا رب احفظ مصر من كل شر.